السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بكم في الفيديو دي. طبعا زي ما انت عارف، انت لسه معرفتش ان في حاجة مهمة لازم تعملها، وهم اللايك والشير. اشترك في القناة، وطبعا تفعل الجرس ده عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاكس 8 الترا بلس. فالفيديو ده ان شاء الله برضه هيكون فيه الترا في الحوار، بس الفكرة ان هو هيكون اللي هو الاتش دبليو 8 الترا. بصوا بصراحة ما اضحكش عليكم، انا اشتريت الساعة دي عشان شكل العلبة بتاعتها او شكل فخامة العلبة بتاعتها. فان شاء الله اوريكم الشكل بتاعها، وطبعا تفاصيل الحاجات اللي موجوده جواها مع بعضنا النهارده ان شاء الله في الفيديو ده. طبعا ما نضيعش وقت كتير ونتكلم عن السمارت ووتش دي. اول حاجه طبعا لازم نعرفها هو الابلكيشن اللي هيشغل السمارت ووتش دي، هو وير فيت برو. وطبعا زي ما انت عارف انا عامل فيديوهات كتيره جدا عن البرنامج ده. طبعا هسيب لك الفيديو في علامه الاي اللي هنا او تقريبا اللي هنا، ايا كان. شوف الفيديو اللي انت عايزه، لو عندك اي سؤال او وقف قدامك اي حاجه ابعتها لي خالص. اول حاجه نتكلم عنها طبعا العلبه، هوريك فخامه العلبه دي والشكل بتاعها الخارجي. طبعا اول حاجه هنعملها هنفتح العلبه دي. طبعا الفتحه كده حوار، يعني الحته دي حكايه بصراحه عجبتني اول لما فتحت الساعه دي. هنا عندك طبعا الامكانيات اللي الساعه بتقدمها لك، وهنا بقى الشكل اللي هو بصراحه يعني لفت انتباهي شويه، اللي هو العلبه اللي هنا دي طبعا اللي بيكون فيها الشاحن والكتالوج والاستراب بتاعها او الستيك بتاعها. نفتحه مع بعض كده ونركن دول على جنب. نفتح طبعا العلبه دي، اول حاجه هنقابلها قدامنا وهو الشاحن بتاعها. طبعا الشاحن وايرلس، زي ما قلت لك قبل كده الشاحن ما تشحنوش على الراس، شاحن بتدعم الشحن السريع. الموضوع سهل وبسيط جدا. طبعا ما تكتر، يعني ما تقعدش اكتر من ساعتين معاك على الشحن. حاجه غير كده يبقى انت عندك مشكله خالص في السمارت ووتش بتاعتك، يا اما البطاريه يا اما الشاحن نفسه هو اللي بايظ. تاني حاجه هنتكلم عنها في العلبه اللي فيها خبايا كتير دي هو الكتالوج بتاعها. طبعا زي ما انتم عارفين مش معظم الناس اصلا بتقرا حاجه زي كده، بس زي ما احنا عارفين ان احنا عايزين حاجه واحده بس، هو الابلكيشن بتاعها وخلاص. عرفنا في العلبه بتاعته من بره. تالت حاجه بقى والاخيره اللي هو الاستراب بتاعها. طبعا هو بيجي معاها اتنين من الاستيك اللي هو الجلد العادي اللي هو الرابر الاسود، اللي هو الشكل اللي احنا متعودين عليه اصلا. والاستيك اللي هو التاني يعني هو خامته بصراحه مش احلى حاجه في الخامات، بس بصراحه كويس يعني شغال او بلاش كتر منه. فهو طبعا هيشتغل معاك كويس جدا في الصيف، لان بصراحه الصيف الاستيك اللي هو الستيك اللي قدامك ده بيبقى في الصيف رخم شويتين، يعني بيعمل عرق وبيلزق كده فبتبقى حاجه مقرفه. فبالنسبه لي الحاجه القماش دي كويسه، بس مشكله طبعا ان هو بيمص العرق. وده كلام عن واحد مجرب حاجه زي كده. نيجي بقى للسمارت ووتش نفسها ونفتحها كده ونشوف ايه نظامها. طبعا موجود الشكل بتاعها نفس الالترا اللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات، هو نفس الشكل بتاعها. يعتبر هي اصغر شويه، والشاشه بتاعتها طبعا بتختلف. طبعا لو فتحنا كده طبعا قدامك ابلكيشن او قدامك خلفيات كتيره جدا. انت ممكن تغير الخلفيه اللي انت عايزه، زي ما قلت لك في الابلكيشن بتاعها في خلفيات كتير جدا. ممكن تحط صورتك خلفيه لو انت عايز. طبعا هنا ممكن نسحب من فوق كده ونشوف. اول حاجه طبعا قدامك علامه الموسيقى وعلامه البلوتوث. دي طبعا زي ما قلت لك شرحتها برضو في الفيديو اللي فات، ان انت لو عايز تشغل الموسيقى بتاعتك او الاسامي او الشغل عامه كله يجي معاك هنا، لازم تدوس على الزرار اللي هنا ده او العلامه ده، العلامه اللي هنا دي، وتروح على التليفون بتاعك هتلاقي في علامه ظهرت كده هتدوس عليها. طبعا لو جينا هنا كده مثلا كل الحاجات دي مفتوحه. طبعا انا ما بحبش افتح كل ده، ماشي نقفل. تمام. هنا طبعا حاجه بتقفل الساعه، تفضل تضغط لمده 3 ثواني كده بتفتح الساعه بتاعتك عادي. في حاجه عندك برضو بتاع الماسه اللي قدامك دي، طبعا انا ما برشحش حاجه زي كده لان هي زي ما قلت لك بتاكل البطاريه بتاعتك، وده طبعا بالليل، ودي حاجه انا بصراحه ما بحبش استخدمها. فنرجع كده وننزل لتحت. طبعا هيقول لك لا يوجد رساله. لو رجعنا كده مثلا وسحبنا من الجنب، بتطلع قدامك هنا دي زي خانه اشعارات عندك، طبعا فيها التاريخ وفيها الوقت، وفيها طبعا يعني مثلا لو قاسد مثلا ضربات قلبك في جريت كم جاي كم متر، حرقت كم كالوري، حاجات زي كده يعتبر. وطبعا التطبيقات الاكثر استخداما عندك لو دخلنا كده لجوه هندخل على التطبيقات من جوه، وده الشكل اللي انت شايفه. طبعا ممكن تكبر وتوسع زي ما انت عاوز. طبعا هنا في جميله قوي الخلفيه دي، طبعا الالوان بتاعتها بتختلف. وهنا لو جينا على اخر حاجه هو الكيو ار بتاعها. وطبعا اللغه العربيه في الساعه دي غريبة ان هي مش معدولة، يعني مثلا فيها كلام معدول وفيها كلام مش معدول. مش مهم، نرجع للمهم بتاعنا. طبعا اول حاجة هندخل عليها وهو الاعدادات بتاعتها. طبعا زي ما قلت لك رفع الاستيقاظ دي انا بصراحة ما بقى يعني ما بحبش استخدمها. انت لو عايز تستخدمها مفيش مشكلة. طبعا السحب بتاع السرير ده اصلا محدش بيستخدمها خالص. في عندك مدة الشاشة، يعني مثلا عايز ازودها شوية نخليها 60. تمام.
عندك وقت ايقاف الشاشه، اعدادات اللغه طبعا احنا عاملينها عربي، ظبط الوقت، وده طبعا مجرد ما انت بتعمل كونكت بالابلكيشن بتاعها هي بتظبط الوقت والتاريخ على طول. عندك اعدادات الاتصال طبعا دي براحتك انت بقى تألف فيها. في عندك هنا الصوت والاهتزاز، وده طبعا انا ما بحبش حكايه الاهتزاز خالص. في عندك اعدادات المفتاح الجانبي اللي هو مفتاح اللي هنا ده، انت عايز تعمله لايه؟ يعني مثلا قدامك كل ده في لعبه، في آلة حاسبه، في ضبط، انت الحاجه اللي انت عايزها اعملها. يعني مثلا ممكن نخليها موسيقى مثلا، مجرد ما انت هتدوس عليه هيشتغل على طول. طبعا باقي الحاجات زي ما قلت لك، لا يعني وضع الازعاج، تذكير بالصحه دي حاجه كويسه برضو لازم تدخل عليها. وضع توفير الطاقه ده حاجه كويسه جدا، طبعا ما بيدكش اي خيارات او اي شغل غير ان الساعه يعني بتشتغل ساعه بس، انت بقى لحد ما تشحنها بتشتغل معاك تاني. طبعا في كلمه سر زي ما انت عاوز تعملها، في كلمة حول إغلاق، إعادة تشغيل، إعادة ضبط مصنع. ده كل الموجود في الإعدادات. في عندك هنا مثلا بره في مثلا لو دوسنا على قياس القلب وشغال معاك هنا كده، هو المفروض إن هو يعني المفروض إن هو يكون كويس، بس بصراحة أنا جربته وما اشتغلش، أو هو حاجة برضو زي حكاية فيك، حاجة منظر. فأنت ما تعتمدش عليها، يعني اللي هي خلاص أنت هتموت لو ما قستش ضربات قلبك بالابلكيشن ده أو بالساعة دي. وزي ما انتم شايفين جابت اي رقم من غير ما احطها على ايدي. فهي زي ما قلت لك الحاجات القياسيه اللي فيها مش تمام قوي. بالنسبه لحكايه اللعب، هي فيها لعبه واحده، وبصراحه انا مش فاهمها او مش فاهم ايه نظامها، فما يخصنيش الموضوع ده. في عندك هنا لو دوست على الموسيقى، هي طبعا مش هتشغل اي حاجه غير لما تعمل كونكت بالابلكيشن بتاعها، وتدوس على علامه اللي هي البلوتوث، وعلامه الموسيقى اللي هي موجوده فوق اللي بره، اللي هو زي ما قلت لك لو سحبتها تلاقيها بره هنا كده. العلامه اللي قدامك دي هي مش باينه طبعا، العلامه اللي موجوده قدامك دي هي اللي هتظبط معاك كل ده. في حاجه مهمه بقى عايز اكلمك عنها، وهي حكايه ان هي ضد الميه ولا لا. اي ساعه عامه حتى لو ضد الميه بالنسبه للسمارت ووتش، فحاول برضو ان انت تبعد عن الميه، لان دي حاجه، الميه عامه فيها حاجات مكونات غريبه هتبوظ لك الساعه. يعني انت حتى لو انت مهتم بيها فهتبوظ لك شكل الساعه وهتبوظها لك عموما. فانت ابعد عن حكايه الميه دي خالص. هي لو جه عليها ميه مفيش مشكله عادي، بس انا بصراحه ما بحبش اكلم حد في حكايه ضد الميه دي واقول ان هي ضد الميه، فالعشم ياخده يبيتها في الازازه او في كوبايه ميه لمده 3 ايام ويقول لي الساعه باظت. فانت بقى وفر او ريح دماغك خالص من الحوار ده، وبعد عن الميه احسن. طبعا بالنسبه للبطاريه بتاعتها، فبطاريتها بصراحه ممتازه جدا، قعدت معايا مده 4 ايام شغاله، فدي حاجه كويسه. هي حتى برضو لو قعدت معاك يومين فانت تليفونك بيقعد يوم او 2 برضو، فهي حاجه برضو كويسه، وعلى حسب استخدامك انت ممكن تخلصها في ساعتين بالظبط، وممكن تقعد معاك اسبوع. نيجي لاخر حاجه وهو السعر بتاعها. السعر بتاعها بيتراوح معاك من 800 جنيه لحد 850 800 برضو في الحدود دي، هي مش هتزيد على الرقم ده، وطبعا بتختلف من موقع لاخر ومع مرور الوقت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا انا حبيت اخلي الفيديو كده خفيف حبتين عشان ما ياخدش وقت اطول. طبعا لو عوزت اي حاجه او تسال على اي سؤال بالنسبه للسمارت ووتش دي او اي سمارت ووتش تانية، فطبعا عندك التعليقات هنا، او ممكن عندك لينك الفيسبوك او الانستجرام، طبعا عندك واتساب برضو ممكن تبعت لي عليه. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساليش بلايك او اشتراك في القناه. اه صحيح، لو عوزت الساعه دي او اي ساعه تانية فممكن تبعت لي على خاص ونتواصل مع بعض واجيبها لك لحد عندك. واستنوني فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.